في محافل الخير دائما الوجه الجميل والداعم الأول الفنان القدير عبد الله بالخير. كل عام وانت طيب بشهر رمضان المبارك، ونقول كل عام وهم طيبين هالسيدات اللي ما شاء الله مجتمعين اليوم. سلموا علي. نعم شكرا لهم. انا اعتبرت نفسي يعني تعرفين مثل الوردة ومتلوين حولها النحل. نعم اسعدني هذا التجمع مالهم، نتج عن شيء حبوه من اعمالي، فانا كنت جدا سعيد ومستانس ومبسوط مبتهج، يعني زودوا فرحتي. انا فرحان لوصولوا الاغنيه تقريبا للمليون لنا الحين خلال اسبوعين، شيء عجيب. فمن هاي انا في حاله ابتهاج واناس وفرحه، وهم زودوها الفرحه بعد. شكرا لهم طبعا ما في شك. شنو هالمود اللي انت يعني نحن تعودنا على بالخير الجو الفرح والاشياء الحلوه، حتى لو كانت اغنيه حزينه تكون فيها البهجه والضحكه، لكن هاي الاغنيه نوحي يعني قاعده تطلع من الخاطر. شو سرها؟ ابصر ولا تكون دبلوماسي؟ لا هو الاشكاليه لو اقول لك انت شو اللي عجبك فيها، ان حددتي نوع واحد بجاوب على سره، لكن ان قلتي لي الكلمات ولا اللحن والاداء والاحساس اللي انا بالنسبه لي الاحساس هو الاحساس صحيح. اذا هو والتعبير، يعني اعتبر نفسي فنان تعبيري. مجالي اللي الناس اتيحت لي في الفرح، يوم هاي الفرح رقصيت كل واحد فيهم، فكان هذا يعني طريقي. وكنت خايف من الاساليب الثانيه اللي هي فيها حزن وفيها زعل وفيها شجن وفيها كذي. فتجربتي كانت مع كتاب الورد، اذا تذكرونها قديما، وحثت على استحسان الناس، لكن ما اغنيها في الحفلات، مو ما حد يطلبها، فخليت هذا الجانب صوب. لين الشغل حزين ليه خليتها صوب، خليت هذا الجانب صوب الى ان حصلت هذا اللحن، وقررت اني اخوض التجربه مره ثانيه، والفت الكلام بروحي، كل كلمه على النغمه وعلى اللحن، لين طلعت بهذه الصيغه. يوم طلعت بهذه الصيغه فوجئت انا نفسي ابى اعبر عنها. فانت ايش قاعد تعبر عن النوح بالضحك؟ ما يستوي. ففجاه المشاعر حسب ما انت تعرفين ما عندك كنترول عليها، ما في حد يأمر عيونه بأنها تنزل الدموع أو مشاعر. انت جالس قف شعر ينبك أو تتفاعل أو يعيد لك ذكرياتك مع ناس عزيزين افتقدتهم أو فارقتهم. فالأغنية كلها كتلة من الأحاسيس، هاي سببها. اللي وصلت للناس ما قالوا بس أغنية حلوة، بدأوا يفصصونها ويخبروني عن مشاعرهم. أنا سمعتها 1000 مرة، أنا حاولت أعرف شو السر، أنا حاولت أحفظ الكلام، أنا حاولت أسمع اللحن، أنا حاولت أقول لك شو بلاك أنت، شو قصتك، شو كل ما يسألون عني. فأثارت زوبعة حبيتها، وأنا بالنسبة لي ذابت قلوب الناس ومشاعرها في هذه ذوب الثلج. صحيح فعلا بالضبط. طيب الفنان دربه يعني مبملئ لا بالورود الحلوة وفي شوك. ما هي الشوك في حياة عبد الله بالخير أستاذ عبد الله بالخير، لأنك أنت من الفنانين الأساتذة؟ شكرا. لا تنسي أن أنا درست الموسيقى، وبعدين الثاني أني تدربت بداية ببليغ حمدي رحمة الله عليه، وبعدين غنام الديقان، سليمان الملا، مرزوق المرزوق، راشد الخضر، خالد الشيخ، عشرات من الفنانين، وهي فنانين كبار، يوسف مهنا، يوسف دوخي. فمنهم ما في شك انعكس علي. بعدين الممارسات كل هذه الفترة، بعدين الشعراء، غنيت للشعر الشيخ محمد، غنيت للشعر محمد السويدي، عوش الشاعر، عشرات من القصايد. ما في شك أنه بيترك عقب هالفترة يعني إحساس، بيترك جماليات، بيترك تجربة وخبرة ودراية علشان كذي يمكن هاي كانت خلاصة اللي أنا هاي السنين كلها. يوم وقفت فترة لكن يوم عدت كانت أنا صوتك أجمل، إحساسك أحسن، كيف المفروض الحين يذبل ويقل كذي. فأنا سويت العكس، عدت لهم بشيء، ولو بعد وعدهم أنه بيكون أكثر. من الفنانين اللي ودك مثلا يكتبوا لك او يلحنوا لك وللحين ما حصل هذا التعاون، او مثلا من اللي راحوا كان
يعني الحقيقة أنا ودي أخذ اللي بيسوي لي لحن. هي يعني الملحن، كنت عارفين الملحنين وايد يلحنون، أنا أبى اللي بيسوي لي، يعني مو معناته فصل لي. انت لما تروحين حق الخياط ويخيط حق الدنيا كلها، لكن تقول لا فصل، فيجي يحط وين قياسك وين. وهاي كانوا العمالقه يسوونها. رياض السنباطي لما توفت ام كلثوم قال انا انتهيت. قال ليش انت الحمد لله عيح الحياه قال لا، الصوت اللي انا افصل عليه مش موجود. فاللي بيفصل لي اغنيه بتوفق انا وياه، واللي بيسوي اغنيه جميله وبتنجح انا اباها، اتمنى انها تكون سكانت لي. اي نعم. الحياة فيها الحلوة والمرة. شو الأيام اللي كانت فعلا أثرت فيك وكنت يعني أخذت طابع أني أنا متضايق، ما أبغي أطلع للناس أو ما أبغي أتكلم، أو ممكن أخذت قرار أنا ما أبغي أغني الحين وكان مودك شوي. يعني شو من الذكريات هذه اللي ممكن تطلعها لأن الجمهور فقط يشوف عبد الله بالخير اللي يضحك الجانب المفرح. هو اللي تعودت عليه. الناس حفظت هذا الشكل، حبت هذا الشكل وبغته، فأنا يوم أحاول أطلع لهم بهذا الشكل، يوم يجي العكس ما أطلع. تصوري؟ أعتزل وامتنع في البيت، ما أخليهم يشوفوني في هذا الجانب، لأن حبوا الجانب الثاني. يعني أنا أقول لك مثلا، تعرفين أنت اللي ربتني أنا الشيخة صنعة بنت مانع رحمة الله عليها، هاي وفاتها شو كارثة. الله يعني اللي معناته الأم والمعلمة والمثلا يعني المنعمة والراعية والظهر والسند لي ولأهلي. فلما توفت هاي كارثة بالنسبة لنا. كذلك الشيخ مكتوم لما توفى، يعني تعرفين كله تحس ان كل شيء انتهى، فانت تنعزل فترة طويلة لين عقب تعاود الحياة وتقول مثلا يعني لازم انا استمر في الحياة، ها، واظهر بهذاك الجانب اللي يبوني اياه المفرح بعد لازم، فلازم اكون انا جاهز ومستعد، ما مستعد ما اطلع. فاشياء كثيرة حزينة تحزنني، مفرحة تفرحني، لكن انا اضفت عليها الجانب الثقافي والجانب الإنساني، وضفت عليها مثلا السيكولوجيات، وضفت عليها نظام الشكرات، وضفت عليها نظام وضفت عليها نظام طال عمرك مال اللي هو علم النفس. ايوه، وتمت ما في شك عليهن، فاصبح عندي مثلا يعني اتزان البالانس هذا لازم اسويه. وعندي القاعده حزين ما في شك، ما في شك، هي كثيرة. وأنا أحضر الهولوستيك يسمونه، الهولوستيك تدخلين طال عمرك ويحطون صبوعك، يحطون في جهاز ويقول أنت شو فيك، يكشف برا، وفي الموجود الغرفة شو موجود، هذا فيك هاي الغرفة، هذا موجود فيك هذول المدرب، موجود فيك هذول الدكتور، موجود فيك هذول الممسج مال المساج. أنت تحدثت عن يعني شعورك بالحزن لوفاة الوالدة، أو هي بمثابة الوالدة الله يرحمها، هي شو كان دورها في حياة؟ أول شيء لا تنسين التربية، أنها مربتني ويا عيالها، وتربية ويا عيالها، ويا الشيخة عليا ويا الشيخة حصة ويا الشيخة ريسة، الأولاد الشيخ مانع الشيخ راشد، وياهم في البيت في القصر نسافر مع بعض، عطفها عطائها وتمدني بالاموال، وش قدرت انا اشوف بليغ حمدي ولا التقي مع الفنانين الكبار بدعمها، ودائما تقول هذا ولدي ولا لي الشرف والفخر. فيعني افتقدت الى سند كبير، فكنت انا حزين، انا واهلي كنا حزينين. عقب تولت انا بعد الشيخه عليا، وتولى الشيخ مانع والشيخه حصه والشيخه ريسه والشيخ راشد بعد بالعناء، لا زالوا لين الحين. فيعني عوضوا عن فقدان والدتهم، الله يطول عمارهم ويحفظ والدتهم ويرحمهم. عبد الله بالخير سند لمن اليوم؟ سند لفني في تصوري، سند لفني وسند لل صحيح اني اكون كذي، يعني لا، هو الاول لها معنى عندي. انت هل الاول يعني اللي بديت كبادي تكون اول؟ هل الاول انتشارا؟ هل الاول اسلوبك وطريقتك مختلفه ومميزه؟ يعني تعرفين الاول ما في بس هذا مطرب الاول وخلاص، لا، في تفاصيل. فانت اليوم مثلا على سبيل المثال عشان تقولين ان انا الاول، كان قبلي مثلا علي بن روقه في الساحه الفنيه، ومن بعده كان جابر جاسم ويت انا. فبتقولين مثلا يعني فن اللي بعدي وكلهم من بعدي، فانا اولهم
في الترتيب. لكن في الانتشار بعض الفنانين مثلا راح عند شركات كبيره وراحوا ينتشرون ويسوون له حفلات، وانا هني في البلد. ففي بعضنا اكثر انتشارا، في بعضنا، لكن انا ما زلت عبد الله بالخير. كم حاولوا يقولوا لك انتقل الى الفن يعني كتمثيل، تقول لهم لا، ما كان لك ولا اي محاولات قبل؟ انا بقول محاوله في الاغنيه اذا شفتيها. شفتيها؟ تعبير. لما يتحق جانب اذا سميناه الحزن ولا الشجن، اديت من احلى ما يمكن. هذا تمثيل، احيانا يكون تمثيل، لكن كيف تمثيل؟ الدور اللي عليك أده. انت اليوم بتدخلين في محل مثلا حد عندهم فقدان، فتمثلين انك حزينه، هذا دورك. الناس عندهم فرح، تروحين وترقصين عندهم تبين انك فرحانه. هذا الانسان تقومين بكل دور وين تحطه تلقاه. اي هذا هو. فانا وين تحطيني تلقيني. الحمد لله كلنا فرحانين. على سيرة السينما، أنا ما أخذت منك لقاء مع المنتج عبد الله الشيباني، باركنا لهم بالفيلم وكنا مستعجلين. شو حابب تقول صناعة السينما الإماراتية اليوم؟ يعني أنا فاجأني عبد الله الحقيقة بدعوته وأشكره وبما حققه أن يجيب السينما العالمية، لأن نحن مثل ما أنت عارفة من متى عندنا مهرجان السينما، كم الحين دورته هذا وهني وفي أبو ظبي وفي العين، لكن شراكة هذا شيء طيب. عالم السينما، صناعة السينما، نجوم السينما العالميين وتشرك معاهم، يعني هذه خطوة جميلة. شكرا لعبد الله، أتمنى له التوفيق إن شاء الله فيها. فأنا سعيد به واللي حققه ومجهود شخصي. شفتي؟ ما أعرف إحنا إعلامنا وين عن هالمسائل. يعني أجمل لون عند عبد الله بالخير، ما في شك. أنت تعرفين. هات شوفي شوفيني كلها قدامك. أسعد يوم في حياتي. أسعد يوم في تصوري. وايد أيام سعيدة في حياتي إذا ما كانت كلها، ما عدا الوقفات هاي اللي فيها حزن، لكن تعود الحياة. فأنا سعيد. لو ما كنت فنان شو كنت راح تكون؟ بكون فنان، لأن الفن هو أسلوب في أساليب الحياة، وإضافة إنسان وبعدين فنان بعد اثنين. تلاحظين اثنين، لا وفنان بعد محبوب ومرغوب، والناس تجلس في حفل يطالعونك بس. هي يعني كلها الناس جاي جالسين متعدلين متكشخين، مكياج وهذا وملابس. وشو يسوون؟ شو وظيفتكم؟ جالسين نطالع هذا الفنان، فتحس بعمرك انك انت مركز، ولا انت يعني قائد، ولا انك انت يعني محط انظار الناس. هاي نعمه من الله سبحانه وتعالى. التكريم اللي انت تنتظره؟ التكريم انا تعرفين اللي مكرمني الله. الله هو اللي كرم الانسان. فاي تكريم من أي مؤسسة من أي شيء، هذا تكريم شكرا لهم عليه تكريمه. فأنا مكرم من ربي بالدرجة الأولى بما أعطاني وبما حباني موهبة وحب الناس وإلى آخره وحياة وحيوية. هذا هو التكريم اللي أنا أحبه. أما تكريم الشركة شكرا لهم، تكريم التلفزيون والمحطة شكرا لهم، تكريم الحفل شكرا لهم، مشكورين ما قصرتوا. فهاي كلها تكريمات، ولكني أنا المكرم. من في حد يكرم الإنسان؟ الله مكرمني. فأنا مكرم، لكني شكل ما لاحظتي أحب التكريم، لأنهم يقيسون عملي بناء عليه يعطوني إياه. حضرتك أنت اللي ماسك حساباتك أو في حد ماسك السوشيال ميديا عندك؟ يعني في تصوري أنا المتابع عليهم. عشان شي ما أقدر أرد على الناس، والله صدقيني إن قلت حق واحد بس في هذا يا مرحبا انهدق علي سيل، لا وعقب يقولون ناس وناس ونحن ايش معنا، ارسل قلب يا الله تبت. واذا كان التعليق سلبي انا عارفه ان الحياه فيها شكل ما قلتي الزين والشين، وانا عارفه ان الديمقراطيه انك انت تاخذ 50 وغيرك ياخذ 40، يعني ما شيء لازم شيء يكون فيها. عارف النظام. الحمد لله انا في كفتي. لا هو مو يأثر، لكن ما يزعلني لاني انا صحيح. لانه السلب لازم يصيبك. السلبي لازم يعني هو السلبي طالع منك انت طاقه سلبيه اكيد تصيب الموجودين، وبعض الناس هو يجذب لنفس الطاقات السلبيه. رساله للمتابعين اللي يكتبون اشياء كومنتات فيها سلبيه. يعني انا اشوف المطرب اذا نزل اغنيه مثلا، الاغنيه عباره عن كلمات ولحن واداء ويمكن توزيع ويمكن مثلا مكس داوني وممكن فيديو كليب، فتكلم عن هذا.
إذا تعرف الأداء تكلم عن الأداء، إذا تعرف اللحن تكلم عن اللحن، المقامات تكلم عن الشعر تكلم عن الشعر، الأداء تكلم عن الأداء، المكس داون تكلم عن المكس. ما بتي حق الفنان أنا ما أحبه، هو ما له خصة في الأغنية، أنا ما يعيبني لباسه، ما له علاقة بالأغنية، أنا والله هذا ما أطيجه في هذا ما له علاقة بالأغنية. يعني ينم عن ثقافتك أنت. أنا حبيت الكلمات بس ما حبيت اللحن. رأيك ذوقك. لا يمكن الفنان يسوي ويرضي كل الأذواق. منو شي سوى؟ أم كلثوم ما في عليه اعتراضات، فيروز ما في عليه اعتراضات، وهم هذا القمم الكبيرة. فالفن لازم كذي يثير الناس كلها. الشاطر اللي ونحن معظمنا ما بدارسين ولا متعلمين ولا شيء، أنا أتكلم عن الساحة الفنية. فأنت كيف بتميز اللحن الحلو وأنت ما تعودت عليه ولا درسته ولا تعلمته؟ مثل واحد يقول أنا مثلا ما أعرف مثلا أمارس الحب، ولا تمارس الحب؟ قال نعم أنا أعرف. طيب درست؟ الإجابة لا. سمعت حضرت محاضرات؟ الإجابة لا. شفت بين أمك وأبوك؟ الإجابة لا. مسموح لك تقول تعبيرات حبية لمن تحب؟ لا. إذا وين الحب؟ فمن هني لازم تكون أنت ملم عشان تقدر تعبر عنه، غير ملم بتقول أي كلام. أكيد أسئلة كثيرة الصحافة سألتك إياهم والإعلاميين، شو السؤال اللي أنت ودك أن الصحافة تسألك إياه وما سألوك إياه؟ الصحافة أبغيها تقول لي وين إعلام بلادك عن أغنيتك اللي وصلت للمليون؟ وأنا يا أقول لك هالسؤال. هم ما قالوا ولا تكلموا عنها. ما اعتبرتوا هاي الأغنية تمثل أغنية الإمارات؟ ما اعتبرتوا هاي الأغنية تمثل فنان الإمارات؟ ما اعتبرتوا هاي الأغنية سبق في تاريخ الإمارات أن فنانها وصل إلى هالدرجة بمجهوده الشخصي؟ وليش ساكتين؟ تقبلون الثاني وتنطبون الثاني. وين الإذاعات؟ مو بضعيف، معدوم. ايه ما هو يتكلم ولا يدري. عبد الله بالخير الجريء، الإعلام معدوم نائم. إذا كان مو معدوم نائم. أنا أتكلم عن نفسي، يمكن يروج الأشخاص الثانيين وشي، لكن بالنسبة لي أنا وأنا إيش حق شيء طالب يعني مثلا تلفزيون، إذاعة، صحافة، حتى السوشيال ميديا. لكن كل ما أنت تقول لي السوشيال ميديا كل حد كتب وكل حد عبر وكل حد شكرا لهم، يعني استووا أحسن عن إعلام بلادي. بس أنت قاعد تعورنا عشان نحن مؤسسات رسمية وصحفيين حقيقيين موجودين في السوشيال ميديا، بس نحن بالأساس مو بالسوشيال ميديا لكن متواجدين. أنت وجهت الضربة لنا نحن. شو تقول الضربة لكم أنتم؟ أن أنتم ما تكلمتوا عن العمل صح؟ هؤلاء تكلمتوا؟ اللي بيتكلم ظاهري من اللستة، لكن اللي ما تكلم هو يشوف أغنية ذي حققت، شوف أغنية يقول على الأقل هذا فن. الفيديو اللي أنا صورته وأنت على المسرح. زين. إذا شوفي أنا بطالع هاي اللستة، هذا فنان سوى فن، الفن هذا إماراتي، إذا أنا كإماراتي لازم يكون عندي غيرية عليه، على الأقل أشجعه بعبارة بكلام بتعبير، أذيع بث أنشر أتكلم عنه كإعلامي. طيب أنا فاهمة، يعني الصحافة اليوم ما سوت تليفون حق عبد الله بالخير نحن بنسوي معاك لقاء عن هذا العمل. الحين شفتي الحين وتحط الحين يوم شافوني مثلا هني تعال بنسوي وياك، كان فرصة احنا شفناك ويلا، لكن انتم ما جيتوا قاصدين وعانين وسويتوا تلفزيون غير مع انه والله العظيم عبد الله بالخير ما في مره سوينا له تليفون قلنا له نبي نتكلم عن المخدرات، نبي نتكلم عن آفة معينه، نبي نتكلم، وكان والله اول شخص كان موجود. لان تعرفين دور الفنان له دور. اليوم انا قصرت في الاغنيه. الفن له دور. ما حد يزعل. صحيح. ولا انت صحيح. صحيح. إذا لازم تعرفين حبيبي أن الفن له دور في الحياة، الله سبحانه وتعالى جعله، والفنان كذلك له دور بهذا الفن. يوم تدخل أنت في يستوي اليوم فرح ولا أناثة ولا مهرجان من دون فن؟ إذا الفن عنصر أساسي ورئيسي ومهم، ما يستوي ما تمشي الحياة من دونه، فالفن مهم. فأنت يوم تهمك بلادك ويهمك الفن فيها شجع. انت يهمك كلمة بلادك، يوم تسمع كلمة حلوة شجع، تكلم، قول، ابدأ رأيك، فتكون انت ما بتخسر شيء، لانك انت تتكلم عن فنون ثانية وعن اشياء ثانية. لكن هني وين دورك الوطني على سبيل المثال؟ وين دورك الفني؟ وين دورك التشجيعي؟ وين دورك الداعم؟ وين بصفتك مؤسسة ولا حكومية ولا شعبية ولا شركات ولا اي شيء؟ مؤيد لشهر رمضان متابعين الناطق. رمضان كريم عليكم، ورمضان جميل دائما يجي بلفحاته الجميلة. أهنيكم، أبارك لكم، وبنتلاقى في رمضان وبنتعلم من رمضان روحانياته
والكريم اللي بينفتح على الفطور وعلى السحور وعلى الضيافة، وتنفتح المجالس ويحبسون الجن، وانت من احنا لاهين لين الفجر، والتلفزيونات تبث احلى ما عندها. فرمضان كريم عليكم حبيبتي. دائما انتم شوفوا احنا يوم سوى حدث غاوي وانتشر وحبيت يجوا على طول تعبرون عنه وتقولون. من الحين نقول حق متابعينا انتظروا حلقة خاصة مطولة نتكلم فيها أو نتحدث فيها عن من بدايات من فتحت عيونك على الدنيا نفس ما يقولون الين اليوم. جاهز؟ وين تقدرون كذي؟ هاي مرحله طويله سنة. بني عندكم البيت مو باول مره. مثلا اذا الحين ابوي يخلي يوسف يسوي وياك وبنسوي على مراحل، لان مرحله طويله بتكشفون اسرار وبتعرفون اشياء كثيره ومهمه ان شاء الله وياك. حاضر، بس بيكون حصري للناقد وهذا وعد باذن الله حبيبي. ان شاء الله ان شاء الله. حاضر ان شاء الله. شكرا. الله.